جيب لنا بيت الناس، العدول، الجروب، الدقة المراكشية، طوطوطوط سطروطوط، مقيوم عليك ب15 مليون العرس. وكتفكر كتقول انك هذيك 15 مليون تزوجتي بوحده هاربه اللي كان واحد كينعس معاها فابوره. دابا خي حميده ستار غير بالعقل وفكر مزيان. اما حسن ديك 15 مليون تشري بها واحد الهارلي دافيدسون ولا شي رودستر باقي نقي وتعيش ليا الحياه، ولا تمشي تصرفهم على وحده مبروده اللي ديجا كانت كتبغي واحد وانت باغي تسترها وتزوج بها باش تثبت ليها باللي راك انت احسن من داك الاكس اللي كانت طايحه معاه. ولكن نسيتي باللي واحد القاعده كاينه في الريد بيل كتقول لك باللي المبروده عمرها ما كتنسى هزت الكتف. كان وشهر العسل واحد كان كينعس معاها فابور، عنده طوموبيل ماشي كتبان في سميتها، عنده طوموبيل كيهزها تيمشي تينعس معاها وتيسافر معاها مثلا سيمانه ولا 15 يوم وهو تينعس معاها. وانت عارفه بانها كانت كتسافر مثلا كتمشي عند صاحبها وانت كتدورها في بالك. مشاش والاكس ديالها باقي تيصيفط ليها، الاكس ديالها باقي تيعيط لها بريفي، وتتسمع انت في الطواليت كتقول ليه الو عافاك مابقاش تعيط ليا غتخرج ليا على حياتي. دورة حياة حميدة ستار ومبرودة. نهار كيوقعوا شي مشاكل زوجية بيناتهم، ديك المبرودة كتهز باليستا وكتكذب عليه وكتقول ليه غادي نمشي عند ماما حيت مقلقة. وبطبيعة الحال بداك العقل اللي على قد الحال اللي عندوش كيقول لك واخا ليها تمشي ترتاح من بعد نرجعوا نتفاهموا داك الشيء. كل واحد خصو ياخذ وقته. ولكن هي في الاصل انا ما كتمشيش عند والديها، هي راه كتمشي عند والديها واحد اليومين 3 ايام من بعد كتعاود ترجع تهضر مع داك الاكس ديالها حيت هي الارمله ديال الالفا. دونك غادا ترجع عند داك الالفا اللي كانت مصاحبه معاه وتعاود تدردش معاه، تشدوي معاه في الواتساب في الانستغرام، يدير معاه بروغرام. جي عندي راه البارت خاويه وانت يا الحميده ستار راك في دار غفلوم بطبيعه الحال. تدوز واحد السيمانه ولا 10 ايام وحتى هي غادي تبقى فيها الحال وتقول خصني نرجع لراجلي، وانت غتعيط ليها وغتقول لها ديري عقلك ورجعي للدار يا مولات الدار. الشيخ حميده ستار هذا هو الواقع. ها وكدوز الوقت تقدر تولد معاها، تولد مثلا الوليدات كدا هادي، ولكن طرا لك شي مشكل تمشي للطبيب تلقى راسك عاقر. كنت ديجا سمعت واحد الهضره شحال هادي ما عرفتهاش واش كاينه على ارض الواقع ولا لا، ولكن الا تبتات شي دراسات علميه ان هاد الهضره اللي غادي نقول راها كاينه على ارض الواقع فراه هادشي راه خطير بزاف. المهم ما علينا. كيقول لك اسيدي الارمله ديال الالفا، ديك الارمله ديال الالفا قبل ما تزوج بداك حميده ستار قبل كانت كتعرف واحد ذكر الالفا، وديك الارمله ديال الالفا كانت كتبغي داك ذكر الالفا اللي كانت مصاحبه معاه وكتمارس معاه علاقات خارج اطار الزواج بطبيعه الحال. اللي معروف هو ان ديك الارمله كانت كتبغي داك ذكر الالفا. نهار كيوقعوا شي مشاكل بيناتهم وكيتفرقوا بمره داك حميده ستار كيجي كيتزوج بديك الارمله ديال الالفا بداعيه انه كيسترها وكيبغيها وكذا وكذا. دابا الكارثه العظمى هو ان ديك الارمله الالفا راه غير تولد مع حميده ستار ودوك الولاد اللي بيناتهم راه بيولوجيا راهم ولادهم بجوج. ولكن الكارثه العظمى كيقول لك اسيدي باللي دوك الولاد ديال ارمله الالفا اللي ولداتهم مع داك حميده ستار راجلها واللي في نفس الوقت هي ما كتبغيش يقدروا يكونوا يشبهوا لذاك الذكر الالفا اللي كانت مصاحبه معاه وكانت كتموت عليه قبل ما تعرف داك حميده ستار وتزوج به. وهاد الهضره هادي كان قال لي واحد الشخص اللي مدوز لحياته وعارف الخبايا ديالها وكما كنقولوا واحد الشخص اللي محنك. المهم نتمنى ان هاد الهضره هادي ما يكون عندها حتى شي اساس من الواقع، وصراحه باقا ما تاحتش ليا الفرصه باش نقلب في هاد الموضوع هادي ونشوف واش كاينين دي زاناليز كيثبتوا ان هاد الهضره هادي واش بصح، ولكن كنتمنى من صميم القلب ديالي انها ما تكونش بصح وصافي. اخوان كيهمني بزاف انني نشوف الكومونتيرات ديالكم على هذا الموضوع.